السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين بالأيام المفترجة اللي احنا فيها إن شاء الله تعود علينا كده على خير. وبمناسبة بقى رمضان وانت بتجهزي حاجات، تعالي أقول لك أهم حاجة هتجهزيها في غلو الأسعار دي. زي ما انت شايفة كده، ده دهن. أيوة قدامك ده دهن. دهن ده بتجيبيه من عند الجزار، وده الدهن أي نبات أو دهن حيواني بيطلع من الحيوان هو ده أصح دهن، سواء سمنة بلدي بنطلعها من اللبن أو الدهن اللي انت شايفاه قدامك ده. أنا بقالي سنة بستخدمها وبتطعم الأكل بشكل غير طبيعي، وهوريكي طريقة هتعمليها. مش هتجيبي أي حاجة تانية، ولا سمنة مهدرجة ولا زيوت هتستخدميها. مهما كان السعر عالي ملناش دخل بالأسعار أو الحاجات اللي بتغلى، لأنها أصلا في كتير مش صحي. اللي أنا بقولهولك ده هتجيبيه من عند الجزار. الكيلو كان ب50 جنيه، وطبعا بقى رقم بالنسبة للجزارين علوا السعر بتاعها، ولكن هتشوفي انت هتعملي منها أحلى سمنة بلدي موجودة عندك في البيت. زي ما انتي شايفة دول 3 كيلو أنا غسلاهم ومصفيهم. ساعات بتجيبيهم بيبقى فيهم زي دم أو كده، بجيبهم وأصفيهم على مصفى، وابتدي إن أنا أوريهولك كده قدامك. بصي هتلاقيه زي الفصوص، هو اسمها دهنة كده، بتبقى فصوص. فهتجيبيها وتبتدي تقطعي بيها حتت صغيرة، طبعا بعد ما تصفت خالص من المية. هبتدي اقطعها كلها حتت صغيره خالص كده. وانا طبعا بسرع لك الفيديو عشان ما ياخدش معاكي وقت طويل. ولو كان عندك بقى الكبه او كده ممكن تعمليهم في الكبه. يعني بعد ما قطعتهم كده هبتدي ان انا اخد الحتت ديت واحطها في الكبه على طول. هتطلع معايا سهله. شايفين انا خدت الباقي كله عملته بالكبه، والكبه دي ما بستغناش عنها في المطبخ بصراحه. فابتدى ان هو يبقى عامل حبيبات كده رفيعه خالص، ودي هتسهل عليا ايه ان انا وانا بسيحه. طيب بعد ما عملته كده هبتدي على حله على النار، وابتدي احطه فيها واوطي بقى النار واسيبه براحته، ما استعجلش خالص. هيبتدي يخش معايا اول مرحله كده بالشكل اللي انت شايفاه. هيبتدي يسيح ويبقى فيه ريم كده من فوق. انا لو الريم ده بحب اشيل اول ريم، برميه زي الشوربه كده مثلا. باخد اول وش برميه، وبعد كده بسيبها على النار وبتهدى خالص لغايه ما بتتعمل. زي ما انت شفتي انا ايوه حطيت لبن. اللبن ده هيوديها في حتة تانية تماما، هيخليها سمنة بلدي. الزبدة اللي احنا بنطلعها وبنسيحها ونطلع منها مرطة. اللبن كيلو لبن حطيته على 3 كيلو دهن، وحطيت زي ما انت شايفة ورق لورا كده معاه، وحبوب فلفل او حبات من الفلفل الاسود بس حصى عشان ابقى شايفاه وهو يعني وانا بصفيها في الاخر. ابتدت بقى بصي فين، بعد ما النار انا سايباها براحتها خالص وكل شويه بخش اقلب. ادي المرحله التانية اللي ابتدت السمنه، وابتدى اللي تحت ده يبقى لونه ابيض كده شويه بعد ما بتغلي هي واللبن. طيب احنا زي ما احنا بنسيح الزبده البيضه بنلاقي المرطه بتاعتها لونها بيبتدي يتغير، وبنعرف ان السمنه استوت. هي نفس القصه. الدهن عندي هنا ابتدى يعمل ايه، شايفين اللون السمنه ابتدى يصفر قدامي، والدهن قدامي ابتدى يبقى عامل زي المرطة، وبيبقى طري كده شوية. ههدي النار واسيبها، وكل شوية افضل اقلب فيها لحد ما الاقي ده لونه حلو جدا وابتدي يرقد لتحت، وهتبتدي السمنة تبقى فوق الوش. كده انا خلاص هبتدي ان انا اطفي النار واسيبه يبرد تماما. شايفين ذهبي وجميلة جدا. ابتدي اصفيها على مصفى. وفي ناس بتستخدم ده بتاكله، انا بصراحة ما بستخدمهوش، ولكن انا بكتفي ان انا اخد السمنه بس. هبتدي احطها ببرطمانين. ال3 كيلو طلعوا عندي زي ما انتم شايفين برطمانين، كل واحد كيلو وربع تقريبا صافي. ودي بتبقى والله العظيم ريحتها جميله جدا، بتخلي اكلك جميل جدا، وما بتستهلكيش منها سمنه كتير، لانها دلوقتي هتشوفيها وهي مجمده. اول ما هسيبها تبرد كده وابتدي اشيلهم بقى في التلاجة، دول هيقضوني كتير جدا. مش هحتاج ان انا ادور على غلو السمنه والزيت اللي موجود دلوقتي. ولونه جميل جدا، وحركة اللبن دي بتوديها في حتة تانية تماما. في ناس بتعملها بالضاني، باللي هي الضاني، انا ما بحبش اللي هي الضاني. شايفين هو كده جمد. وابتدي ان انا اخد بقى منه معلقة، ومعلقة صغيرة هتكفي معايا في الاكل تماما. والله اعملي الفكرة وشوفي الطريقة هتعجبك جدا، وهتدعي لي. وهتبقى اهم حاجة صحية، دهن حيواني فهو ده الصحي. اتمنى اشوف فيديوهات تانية على خير. ما تنسينيش من اللايك والشير والاشتراك في القناة لو بتشوفيني لأول مرة.